قالت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس في كتابها الجديد إن الرئيس السابق جو بايدن منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شيكاً على بياض في الحرب على غزة، معتبرة أن ذلك أضر بفرص نجاحها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024. وقالت هاريس في كتابها 107 أيام الذي نشر موقع أكسيوس مقتطفات منه: توسلت إلى جو عندما كان يتحدث علناً في هذا الموضوع حرب غزة أن يظهر نفس التعاطف الذي أبداه تجاه معاناة الأوكرانيين في حديثه عن معاناة المدنيين الأبرياء في غزة. وأضافت هاريس أن بايدن لم يستطع فعل ذلك، فعندما كان قادراً أن يصرح متحمساً أنه صهيوني، كانت تعليقاته عن الفلسطينيين الأبرياء غير كافية ومصطنعة. وذكر أكسيوس أن هذا الكتاب يكشف عن سعي هاريس للنائب نفسها عن بايدن بعد أن تجنبت ذلك في حملتها الانتخابية العام الماضي، وتخصص فصولاً كبيرة للحديث عن إسرائيل وغزة وغضب جناح اليسار في الحزب الديمقراطي من انحياز بايدن للحكومة الإسرائيلية. وقال أيضاً أن هذا الكتاب يكشف عن سعي هاريس للنائب نفسها عن بايدن بعد أن تجنبت ذلك في حملتها الانتخابية العام الماضي، وتخصص فصولاً كبيرة للحديث عن إسرائيل وغزة وغضب جناح اليسار في الحزب الديمقراطي من انحياز بايدن للحكومة الإسرائيلية. تقرير مهند الحمداني. تابعونا على صفحة عين قبرص الإعلامية ليصلكم كل ما هو جديدنا، وبدعمكم نستمر.